مرحبا بكم في قناة ماروك نيوز. في آخر تطورات المشروع الطاقوي الثوري الذي يربط بريطانيا بالمغرب، حصلت شركة XLCC البريطانية على موافقة سلطات اسكتلندا من أجل بناء أول المصانع لإنتاج الكابلات البحرية الناقلة للطاقة. وبحسب الموقع الرسمي للشركة البريطانية، فإن لجنة التخطيط بمجلس شمال إيرشار باسكتلندا أعطت موافقتها الكاملة لبدء بناء أول مصنع لإنتاج الكابلات البحرية من نوع HVDC، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج سنة 2026. ونقلا عن المصدر ذاته، فإن المصنع سيساهم في إنشاء 900 وظيفة محلية مع وظائف إضافية في مرحلة التوريد الواسعة، كما أن عملية الطلب على الكابلات البحرية سترتفع مع توجه عديد من حكومات العالم إلى تنويع مصادرها من الطاقة. وفي هذا الصدد صرح المدير التنفيذي لشركة XLCC أيان دوغلاس بأن تحقيق انتقال طاقي يجعل الربط العالمي البحري للكهرباء أمرا بالغ الأهمية، ومع استمرار ازدهار الطلب على كابلات HVDC فنحن متحمسون لتقديم مثل هذا المشروع لمهمل منطقة ذات نسب صناعية فخورة. وسيتم من خلال هذا المشروع نقل الطاقة من الحقول الريحية والشمسية بالصحراء المغربية إلى الديار البريطانية، ويمر عبر السواحل الفرنسية والبرتغالية والمغربية. وأضاف دوغلاس في تصريح نقلته الشركة سالفة الذكر أن سلطات إيرشار مشكورة على سماحها بإنشاء هذا المصنع المهم، وزاد: كما أننا سنتعاون مع جهات عديدة من أجل بحث شراكات للتوزيع فور بدء عملية الإنتاج. جدير بالذكر أن هذا المشروع الاقتصادي الكبير يعد أطول كابل بحري بالعالم بمسافة تصل ل 3800 كيلومترا، وبتكلفة تقارب 22 مليار دولار، إذ تعتبره بريطانيا أحد أهم مشاريعها الثورية في إطار استراتيجيتها للتحول الطاقي.